في جبال لبنان العالية وسط الغابات والصخور عاش راجل بسيط اسمه ضمط. ما كانش ملك ولا راهب في دير ولا حتى معروف وسط الناس، لكن هو كان معروف فوق عند ربنا. ساب الدنيا ورا ظهره واختار يعيش في مغارة صغيرة بعيد عن صخب الناس وهمومهم، واكتفى بكسرة خبز وركعتين صلاة ودموع بتنزل في الليل من كتر الحب الإلهي. الناس ما كانتش تعرف عنه كتير، لكن اللي كان يوصل له كان بيرجع متغير. مرات يخاف من مرض، ومرات يرتاح من وجع، ومرات كتير بيرجع قلبه مليان سلام. مار دومت ما كانش بيكلم كتير، لكنه بصمته كان بيعلم، كان بيصلي عن البعد ويطلب الرحمة للبعيد والقريب. والنهاردة بعد مرور سنين وسنين لسه اسمه بيتقال، ولسه صلواته بتتشفع، ولسه النور بيخرج من المغارة اللي يعيش فيها. مار دومت شفيع المرضى وسند التعبانين وصاحب اللي ملوش صاحب. إذا أعجبتكم هذه القصة وألهمتكم، لا تنسوا متابعتنا لمزيد من القصص الروحية الملهمة. مون جيسو.